السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي شهوة الداري مع سلمى. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيك تيجي روعة في المذاق بكريمة وكلاصاج بنان واقتصاديين. تبعوا معايا حتى الاخير ان شاء الله. نبداو على بركة الله. عندنا 3 البيضات، كاس تاع سنيدة، فاني، هاد القبيصة تاع الملحة. نضربوا هادشي مزيان حتى يطلع فينا الحجم ديالو. هو الخليط ديالنا من بعد ما طلع فيه الحجم ديالو، دابا غادي نزيدو 4 كاس ديال الزيت. مزيان نضيف 4 كاس ديال الحليب. دابا من بعد ما طربت الخليط ديالي مزيان غادي نضيف كاس مع عمرش ديال الدقيق، خميره كيميائيه من وزن 8 غرام، 2 معالق ديال الكاكاو يكونوا عامرين، صافي. دابا نخلطيه بالضرب اليدوي. صافي الخليط ديالنا كيجي على هذا القوام هذا. دابا غادي نديرو في القالب اللي غيدخل الفرن. غنشعل عليه من الاسفل على درجه حراره 180. ندخل الكيك ديالي للفرن، من بعد ما يوجد ان شاء الله نكملوا الطبقات الاخرى. ها الكيك ديالنا من بعد ما طاب، دابا غادي نسقيه ب4 كاس ديال الحليب. نخليو الكيك ديالنا يبرد ونرجعوا ان شاء الله باش نقادو الكلاصاج والكريمه. دابا غادي نخدموا الكلاصاج باش نخليوه يبرد، عاد نخدموا الكريمه. غنحتاجوا 4 المعالق ديال الكاكاو، 3 المعالق ديال السكر سنيده مزيان، كاس ديال الحليب، ونضيفو شويه بشويه حنا كنخلطو. نخلطو الخليط ديالنا مزيان باش ما يبقاوناش فيه دوك الطويرات ديال الشوكولاط. نوضعوا الكاسرونه ديالنا فوق النار ونستمروا في التحريك حتى يعقد لينا الخليط. ها هو الخليط ديالنا وصل لدرجه الغليان. دابا غادي نخليوه حتى نحسوا به بدا تيعقد. حنا كنحركو باش ما يلصق ليناش من التحت. من بعد ما حيت الكاسرول ديالي من فوق النار، دابا غادي نزيد واحد المعلقه كبيره تاع الزبده. غادي نخلطها مزيان مع هذا الخليط حتى تذوب. صافي دابا غادي نخليو هذا الكلاصاج يبرد مزيان، وغادي ندوزو باش نقادو الكريمه اللي غتجي فوق الكيك. بالنسبه للكريمه غادي نحتاجو فيها القشده الطريه. انا خديت هذه اللي كتصلح للطبخ والحلويات. جوج معالق كبار من الجبن، اي نوع ديال الجبن متوفر عندكم. جوج بورلي، نضربوا المكونات كلها. غادي نضيفوا 3 المعالق ديال السكر بودره. من بعد ما طربت الكريمه ديالي مزيان، دابا غادي نضيفها على الكيك. من بعد ما درنا الكريمه فوق الكيك، دابا غادي نديروا الكلاصاج اللي كنا خليناه يبرد. غادي نديروه في الصفايه حيتاش ما كناش صفيناه في الاول.
ها الكيك ديالنا من بعد ما وجد خليته يبرد مزيان. يمكن تخليوه شي ساعات اولا ليله كامله، وممكن انكم تزينوا ليه الوجه ديالو باش ما بغيتو. راه كيجي رائع، المذاق ديالو رائع والكريمه هائله. نتمنى انكم تجربوه ويكون ناجح معكم ان شاء الله. ما تنساوناش من التشجيعات ديالكم، واللي كيشاهد قناتي لاول مره يتابونا. وشكرا لكم، والى اللقاء مع وصفه قادمه ان شاء الله.